بالنسبة لك ايه هي سر الخلطة بتاعة الفيديوهات بتاعتك او اي فيديو على يوتيوب عامة؟ بص، عشان تعمل فيديو زي ده او زي اي فيديو على يوتيوب عامة، هتجيب فكرة وهتحط عليها شوية سكريبت، وكمان هتحط عليهم شوية تصوير، لكن لازم تركز انك تصيغ الفكرة بالشكل الصح اللي يخلي المشاهد يتفرج على الفيديو كله. وبعد كده هتحط على كل دول مونتاج عشان برضو تقدر انك تخلي اللي بيتفرج على الفيديو يتفرج عليه اطول مدة ممكنة. وبعد كده هتحط الصورة المصغرة عشان الناس اللي بتتفرج على يوتيوب عامة تضغط على الفيديو بتاعك. حلو، لكن من رأيك ايه هي اهم حاجة في انتاج الفيديوهات بتاعتك؟ اكيد اهم حاجة وهو الكونتنت بتاع الفيديو بتاعك، ولازم المحتوى بتاعك يكون مفيد. وافتكر ان المحتوى المفيد بينتشر بشكل ابطأ من المحتوى اللي مش مفيد او المحتوى الترفيهي عامة. وفي امثلة كتير على قنوات حصل لها نفس اللي انا قلته ده، زي الدحيح وقناة دروس اونلاين. تمام قوي، لكن في بقى فيديو توضيحي بيوضح الكلام اللي انت قلته عشان اقدر ان انا اطبقه فعلا على فيديوهاتي. اكيد، تعالى نتفرج عليه. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ازاي انا بعمل الفيديوهات بتاعتي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. قبل ما اقولك اي حاجه لازم اقولك ايه هي المراحل اللي انا بعدي بيها عشان اعمل فيديو زي ده. لو انت عايز مايك يسجل صوتك وبجوده حلوه ومش بسعر كبير قوي، فالفيديو ده. اول مرحله وهي مرحله الفكره، تاني مرحله وهي كتابه السكريبت، تالت مرحله وهي تصوير الفيديو، رابع مرحله وهي المونتاج، خامس مرحله والقبل الاخيره وهي صناعه الصوره المصغره، اخر مرحله وهي تنزيل الفيديوهات. ودلوقتي هقولك كل المراحل اللي انا بعدي بيها، ومع كل مرحله هقولك شويه نصايح. اول مرحله الفكره، عشان اقدر ان اجيب الفكره بدور على قنوات تانية بتقدم نفس المحتوى اللي انا بقدمه، واللي هو تطوير الذات، وبجيب افكار من فيديوهاتهم، وده عادي جدا. لكن اللي مش عادي هو انك تقول نفس الكلام اللي اي حد تاني قاله في الفيديو بالظبط. ودي اول طريقه بجيب بيها افكار الفيديوهات. تاني طريقه وهي اني بسأل تشات جي بي تي. تالت طريقه وهي ان بيكون عندي افكار فيديوهات تانية اصلا، فممكن ان انا انفذ فكره من الافكار اللي انا كنت كاتبها. تاني مرحله كتابة السكريبت. بعد لما جبت الفكرة ببدأ ان انا اكتب السكريبت. طب ليه اصلا بكتب السكريبت؟ عشان السكريبت بيوفر عليك تعب كتير قوي في مرحلة المونتاج، لانك كده كده بتكون عارف ايه الكلام اللي انت بتقوله في الفيديو، مش هتهته كتير زي كده الفيديو ده. والتطبيق اللي انا بكتب عليه السكريبت هو تطبيق نوشن، والتطبيق ده انا بستخدمه من زمان قوي. الصراحة تجربتي معاه اكتر من ممتازة، ولو انت عايزني اعمل عنه فيديو قولي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هعمل عنه فيديو. ثالث مرحلة التصوير، والمرحلة دي تاني اكتر مرحلة بتاخد مني وقت بعد المونتاج، وبتكون متعبة شويتين لانك بتقعد تكرر الكلام اكتر من مرة عشان تطلعه باحسن اسلوب ممكن. وفي التصوير بحتاج المايك والرينج لايت والكشاف ده عشان اطلع الاضاءة الحمراء اللي ظهرت في الفيديو اللي قبل ده. ولو عايز تعرف ازاي انا عملت الاضاءة الحمراء دي، وطبعا بحتاج برضو اللابتوب عشان اقرا منه السكريبت. دي اول طريقه انا بصور بيها. تاني طريقه بعمل بيها الفيديوهات وهي ان انا بعمل فويس اوفر، وبحط شويه فيديوهات من على موقع، والموقع ده اسمه بيكسل. رابع مرحلة المونتاج، ودي بتكون أصعب مرحلة بالنسبة لي لأنها بتاخد وقت كبير جدا، لكن المرحلة دي بعملها وأنا مبسوط جدا لأن المونتاج حاجة بحب إن أنا أعملها. وبرنامج المونتاج اللي أنا بستخدمه هو برنامج كاب كات، والصراحة البرنامج ده أكتر من ممتاز. ولو أنت مش عارف فأنا عملت قبل كده عنه فيديو. والفيديو في المونتاج بيمر بمراحل كتير جدا، منها إن أنا أحط التكست، إن أنا أشيل الكلام اللي أنا بسكت فيه، غير كده إن أنا ألون الفيديو لا اللي أنا بصوره مش اللي أنا بعمل عليه فويس أوفر، وحاجات تانية كتير بعملها للفيديو. وان شاء الله هعمل لك عنها فيديو منفصل بيشرح كل الحاجات اللي انا بعملها لما باجي بمنتج فيديو زي اللي انت شايفه دلوقتي. خامس مرحلة الصورة المصغرة. بعد المونتاج بتيجي المرحلة اللي قبل الأخيرة من مراحل إنتاج الفيديو، وهي صناعة الصورة المصغرة. والمرحلة دي أنا مش هتكلم فيها كتير لأني كده كده عامل عنها فيديو كامل، هتلاقيه في الأي اللي فوق أو تحت في الديسكريبشن بوكس. اخر مرحله وهي مرحله الاكسبورت والتنزيل. وفي المرحله دي انا بعمل تصدير الفيديو من على كاب كات او اكسبورت، وبعد كده بنزل الفيديو على يوتيوب. ولما باجي بنزله على يوتيوب بحط الصوره المصغره والكلمات المفتاحيه والعنوان وحاجات تانية كتير برضو هنعمل عنها فيديو خاص. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت عندك فكره اي فيديو ممكن انك تقولها لي تحت في التعليقات. بس كده، سلام.